السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل طبق موفر لرمضان، نقدمه برضو بطريقة حلوة كده. شوية رز اصفر زي ما انتوا شايفين متبهرين، ومعاهم شوية كفتة زي ما انتوا شايفين الكفتة بتاعتنا طالعة عاملة ازاي. عملناها كورناها بطريقة عشوائية وحطيناها في الصينية وقدمناها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى يا حبايبي، المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت، كأنك هتعملي صينية بطاطس بالظبط. حاجات البطاطس جاهزة. هنزوق بس الطبق كده بتاعنا بشرايح طماطم، وكده طبق كامل متكامل في رمضان ممكن تعمليه مع شوية سلطة خضراء. بصوا بقى يا حبايبي، بطاطسيتين كده مبشورين او بطاطساية زي ما انتم شايفين، انا حطيت بطاطساية واحط قرمين فلفل واحط طماطميتين وبصلاية، وكله هبشره كده في الكبة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. انا كده واخدة مكونات البطاطس، يعني بطاطس وطماطم وفلفل وبصل، وحطيته كله كده بشرته في قلب الكبة زي ما انتم شايفين. طريقتها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش مننا أي وقت. ما عندكش كبة تروحي بشراهم كده بالمبشرة العادية. وعندي بقى ربع كيلو من الفيليه، بصوا، أو البانيه. بصوا بالشكل ده كده هروح فرماه هو كمان، واروح بقى حاطه الخليط ده كله كده على بعضيه، وهضيف له بقى معلقتين من البقسماط الناعم بالشكل ده كده، ونضيف التوابل. وكده يعتبر الكفتة بتاعتي خلصت. بصوا بقى يا حبايبي، توم بودر، بصل بودر، معلقة بهارات فراخ، ومعلقه فابريكا، ومعلقه فلفل اسود. وعايزه اقول لك كمان حطيت صويا صوص غامق. حابه بقى تحطي التوابل اللي انت حابه تحطيها حطيها، والله لو ملح وفلفل اسود بس وهتبقى معاكي تحفه برضو. بصوا بقى يا حبايبي، قلبتهم كده وحطينا طبعا معلقتين البقسماط الناعم. كده خدت مني اي وقت؟ ما خدتش اي وقت. هروح عامله بقى شويه الرز الاصفر، هروح حاطه بقى معلقه كركم ومعلقه بهارات فراخ، واشوحهم كده في شويه الزيت اللي انا حطيتهم، وانزل عليهم بالرز والملح، ويعتبر بقى الرز بتاعي كده خلص. احط عليه الميه يتشرب، وبعد كده اوطي عليه البوتاجاز ونشوفه كده مع بعض. كده خلاص هعمل الكفته بتاعتنا دي. عايزينها تبقى صوابع نعملها، عايزينها كور زي ما احنا هنعملها كده. نكور بس شويه زيت كده لانها ما فيهاش اي مواد دهنيه، حتى الفراخ الفيليه ما فيهاش دهون. بالشكل ده كده كورتها وحطيتها في الصينيه. كده لو قبل المغرب بتلت ساعة نص ساعة تعملي غداكي كامل متكامل. زي ما انتم شايفين كده بقلب الرز وكده عشان يتشرب بقى معانا، وبكور كده الكفتة زي ما انتم شايفين بطريقة عشوائية. شايفين شرايح البطاطس باينة منها عاملة ازاي، او البطاطس المبشورة عاملة ازاي. حطيتها على الرف تحت على البوتاجاز ده تاخد بس تشميعة، وبعد كده حطيتها على على الشواية من فوق. بصوا بقى كده حبايبي، الرز استوى والكفتة بقى استوت وقدمناها بالشكل ده. طبق سهل بسيط ما خدش مننا اي وقت، وفي نفس الوقت من الاكلات الموفرة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين واشوفكم على خير. وما تنسونيش باللايك والمتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.